إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا المجلس نعقده بحول الله من أجل مراجعة ما سبق من الدروس في شرح نظم الآجرومية. وأخذنا في هذه الدروس من أول النظم إلى أبيات الجوازم، إلى قوله وكيفما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر المأخذ. قرابة كم بيت؟ ما عندكم التعداد؟ أظن أنها في الأربعينيات. كم؟ نعم، قرابة 50 بيتا. نعم. ابتداء، علم النحو هذا هو نوع من أنواع علوم اللغة العربية، واعتناؤه بالكلمات حال التركيب. مقصود هذا العلم الكلمات حال التركيب، فيعرف هل هي معربة أو مبنية، ثم يعرف أو تعرف علامة بنائها أو علامة إعرابها، مع معرفة سبب ذلك التغير في الإعراب إلى غير ذلك. وفي أول الأمر كان الصرف من علم النحو، ثم انفصل عنه فصار علما مستقلا. وهذا العلم، علم النحو، حتى بعد استقلال علم الصرف عنه تجد كثيرا من المباحث متعلقة بعلم الصرف، كمثل ما أخذناه في الأمثلة الخمسة، وكمثل ما سيأتي في المبني للمفعول، نعم. وذكر الناظم مقدمة، هذه لا نعرج عليها لأنه ليس لها دخل بهذا الموضوع، بين فيها فقط سبب التأليف، وأنه ألف هذا الكتاب تيسيرا لحفظه، لأن النظم ألصق بالذهن وأيسر في الحفظ، ويبقى النثر أسلم من التعقيد ومن الألغاز أو الإلغاز. نعم. النظم يحوجك إلى التقديم والتأخير وتغيير بعض الكلمات. احنا في هذا النظم كم وجدنا من حشو، كل ذلك لأجل تتميم النظم، ولا نحتاجه في مقصود هذا العلم. بدأ بالكلام، لأن المقصود من علم النحو النظر في الكلام، في كلام العربي، فبين لك ما هو هذا الكلام. وعرفه بقوله هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فذكر له
4 شروط: أن يكون لفظا. ما معنى أن يكون لفظا؟ الصوت يكون صوتا مشتملا على حروف هجائية. أن يكون صوتا مشتملا على حروف هجائية، وأن يكون مركبا، نعم، تركيبا إسناديا، وهو المبتدأ مع الخبر أو الفعل مع الفاعل. قد يكون مبتدأ مع خبر ودخلت عليه أداة، دخل عليه فعل ناقص أو حرف مشبه بالفعل، وقد يكون كذلك فعل ونائب فاعل، وهكذا. هذا هو التركيب الإسنادي، ويخرج به تركيبات أخرى، منها التركيب العددي، والتركيب المزجي، والتركيب الإضافي، والتركيب الوصفي، إلى غير ذلك، أنواع كثيرة. التركيب ثم الإفادة. هذه الإفادة هي الحاصلة عن الإسناد، عن التركيب، وبالتالي كل كلمة في أصلها لها معنى، إما في نفسها أو في غيرها، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود بالإفادة هنا الحاصلة عن التركيب. ثم بالوضع، أي باللغة العربية، فيكون التركيب لغوي عربيا، والفائدة عربية، والألفاظ عربية، فيكون هذا يسمى كلاما عند النحويين، بل عند اللغويين جميعا، وفي كل العلوم فهذا هو الكلام. ثم ذكر أنواعه فقال: أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. بدأ بالاسم لأمرين، هذه لم نذكرها في الشرح. بدأ بالاسم هنا لأمرين. الأمر الأول أن الاسم هو عمدة الكلام، فلا يخلو الكلام من اسم مرفوع. لا يمكن أن تجد كلاما تاما ولا يوجد فيه اسم مرفوع، فقد يستغنى عن الفعل في كلام تام، لكن لا يستغنى عن الاسم. والأمر الثاني لأن من الأسماء اسم الله تعالى، وهو أعظم الأسماء، فالأدب معه أن يقدم الاسم، وهذا تعليل سلوكي. قال: اسم وفعل ثم حرف معنى، ثم ذكر علامات الاسم والفعل والحرف. قبل ذلك تقسيمهم إلى الاسم والفعل والحرف. ما هو منشأه؟ منشأه كلام العرب. ما هو منشأه؟ هذا التقسيم منشأه كلام العرب، يصدقه كلام العرب، لكن منشأه قسمة عقلية، قسمة عقلية. ذلك أن الكلمة أو اللفظ إما أن يكون مستعملا أو مهملا. صوت مشتمل على بعض الأحرف، إما استعمله العرب إما لم يستعمله، فالمهمل خارج، فيبقى أن المستعمل إما أنه يدل على معنى في نفسه وفي غيره، فإذا دل في غيره وجدنا عند العرب الحروف، وإذا استعمل وإذا كان فيه معنى فإما أن يكون هذا المعنى فيه زمن، أو دل هذا اللفظ على زمن بهيئته، أو لم يدل، فإذا دل فهو فعل، وإذا لم يدل فهو اسم. فإذا نظرت إلى كلام العرب وجدت أن كل كلمات العرب أو كل الكلمات العربية لا تخرج عن هذه الثلاث. فأولا بالقسمة العقلية وصلنا إلى هذا التقسيم، ثم صدقه بالاستقراء كلام العربي، ثم ذكر العلامات. قال لك: فالاسم بماذا يعرف إلياس؟ بالخفض،
بالتنوين بدخول الألف واللام وبحروف الجر. حروف الجر ترجع إلى الخفض إذا نظرنا إلى أسبابه، فأسباب الخفض ثلاثة، هي حرف الجر، وهي الإضافة، وهي التبعية. فأينما وجدنا إضافة أو تبعية لمجرور أو حرف جر فهذا الاسم، فهذه الكلمة هي اسم بالخفض وبالتنوين، أي كل كلمة وجد فيها تنوين فهي اسم. ويخرج منها ما جاء في المصحف من كتابة برسم عثماني خاص: ولا يكونن. هذه نون التوكيد ليست نون تنوين. ولا يسجنن، ولا يكونن من الصاغرين، تجدها مكتوبة بتنوين. وكذلك قول الله تعالى: لنسفعا بالناصية، هذه نون توكيد كتبت على شكل تنوين فلا تدخل فيها، فهو فعل ليس اسما، يعني كتبت كذلك لأجل الرسم العثماني. وبالتنوين، التنوين أن أقسام، هذا في متن آخر نأخذه: تنوين التمكين، تنوين العوض، تنوين التنكير، هناك قسم رابع. هذا هو التنوين هكذا. وكذلك بدخول ألف ولام. والمقصود بالألف واللام هنا هي الألف واللام التي تفيد التعريف، ليس الألف واللام التي هي من الأسماء الموصولة، أنه جاء عن بعضهم إدخال الألف واللام على الفعل. يكتب يضع قلمه، يكتب يعني الذي يكتب، فهذه ليست دالة على الاسم. وكذلك الألف واللام التي هي من أصل الكلمة لا زائدة، هذه لا تدل على أن ذاك الباقي بعدها اسم، كمثل ما مثلنا بألقى. إذا نزعت لا تبقى تلك الكلمة، وبالتالي ليس اسما. نعم، لابد أن تكون زائدة، وربما لا تفيد التعريف. أنا أقول ما أفاد التعريف المقصود الزائدة، قد لا تفيد التعريف. نعم. والفعل يعرف بأمور من بينها السين وسوف، وهما كلمة واحدة باختلاف اللغة عند العرب، بعضهم يقول سا، بعضهم يقول سوف. من يقول سا يقصد استقبال القريب، من يقول سوف يقصد البعيد. قبل ذلك ذكر حروف الجر، قالوا بحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والباء على والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. ذكرنا أن مذ ومنذ ليست، قد تكون حرف جر لكن لا تميز الاسم عن الفعل لأنها قد تدخل على الفعل. ولعل هي ليست حرف جر على المشهور، يصح بها التمييز، لكن ليست حرف جر، هي في لغة عقيل أظن. وكذلك حتى قيل فيها أغرب من حتى في مواضعها الشتى، يعني حتى غريبة تدخل في عدة مواضع، فتكون ناصبة بأن مضمرة، وتكون جارة، وتكون عاطفة. نعم، فلها أحوال عدة، فلا يمكن التمييز بها. حتى يقول إذا لم تميز الاسم. بالسين وسوف، السين وسوف خاصة بالفعل المضارع، بقد تدخل على الماضي وعلى المضارع وتفيد التحقيق. نعم. وتاء تأنيث الساكنة خاصة بالفعل الماضي، وهي علامة عليه إذا صرف مع الضمير هي. ويضاف إلى هذه العلامات، أظن أضفناها، هذه علامة الياء، ياء المخاطبة تضاف إلى هذا، ياء
المخاطبة إذا صرفنا الفعل في المضارع أو في الأمر مع أنت تكتبين أو أنت أكتبي، فهذه أيضا علامة على الفعل. عليكم السلام ورحمة الله. وأضفناها لأجل أن تعرف علامة الأمر. فمما ذكر المؤلف أو الناظم لا يوجد علامة على الأمر، إلا أن يقال الأمر فرع عن المضارع، لأنه بعد ذلك يقول في الأفعال أن الأمر مجزوم، فكأنه جعله فرعا عن المضارع فاعتبر إعرابه. والحرف هو ما لا يصلح له لا علامة فعل ولا علامة اسم. ثم ذكر الإعراب والبناء. الباب الأول خلاص واضح. نعم، الإعراب والبناء. بعد أن أتم الكلام على الكلام وعلى أقسام الكلمة، انتقل إلى الإعراب بمعنى التغير أو لزوم حركة، إما تغير أو لزوم حركة واحدة. والبناء يكون دائما بحركة، إما ضم وإما فتح وإما كسر وإما سكون. وأما الإعراب فيكون تغير حال، والحال نقصد بها إما تغير حركات وإما تغير حروف. وتغير الحركات من الضمة إلى الكسرة إلى الفتحة إلى السكون. وتغير الحروف إما بحذف أو تغيير. تغيير الحروف إما بحذف كحذف حرف العلة وحذف النون، وإما بإثبات كثبوت النون. يعني قد تتغير الحروف، كمثل المثنى يكون ألفا في الرفع يصير ياء في الخفض والنصب. إذن هذا هو تغير الأحوال. في مخططك نعم، الأحوال ليست هي الحركات فقط. ثم هذا التغير سببه عامل. التغير الذي هو في الإعراب سببه عامل، يعني عامل داخل. هذاك العامل إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. فاللفظي هو الأصل والمعنوي اثنان، تجرد من الناصب والجازم. نعم، خاص به بالفعل المضارع. والابتداء خاص بالمبتدأ. ثم إذا دخل العامل حصل التغير. التغير قد يرى وقد لا يرى، قد يكون لفظيا وقد يكون تقديريا. التقديري في المعتل، التقديري يكون في المعتل وفي غيره، لكن الأصل أن يكون في المعتل. إذا والبناء يقابل الإعراب، فهو عدم تغير، لكن يشكل علينا تغير تقديري مع عدم تغير، إذ الظاهر أن الجميع لم يتغير. فلازم أن تذكر القواعد الخاصة بالتفريق بين المعربات والمبنيات، وهي راجعة إلى تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. فالحروف كلها مبنية غير متغيرة، والأفعال قسمان، ماض وأمر، وهما مبنيان، وبناؤهما الماضي والأمر. الماضي يبنى على الفتح فصل، مطلقش مباشرة. الماضي مبني على الفتح إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم، أو اتصلت به أو اتصل به ضمير رفع المتحرك فيبنى على السكون. كتبت، كتبنا، والأصل فيه الفتح. والأمر
يبنى على ما يجزم به مضارعه، فيبنى على السكون، ويبنى على حذف حرف العلة، ويبنى على حذف النون، وإذا اتصلت به نون إناث فيبنى على السكون أيضا. والفعل المضارع الأصل فيه أنه معرب إلا إذا اتصلت به نون إناث فيبنى على السكون، أو اتصلت به نون توكيد مباشرة فيبنى على الفتح. لتكتبن. ولا تكون النون مباشرة مع إلياس، ولا تكون مع وين رانا في الأسماء؟ أنا في الأفعال، أنا في الفعل المضارع. كيفاش لا تكون مع الأسماء الخمس؟ وش دخل الأسماء الخمسة؟ أبوك أخوك حموك، وش دخلها؟ ولا تكون مباشرة مع الأفعال مع الأمثلة الخمسة، وهي على التفصيل 7. هذا المضارع. والأمر والأسماء الأصل فيها الأسماء، هذيك الحروف حروف مبنية، الأسماء معربة، ويستثنى منها أنواع. أول نوع الضمائر، ثاني نوع الأسماء الموصولة، ثالث أسماء الاستفهام، الرابع أسماء الإشارة، الخامس أسماء الشرط، السادس الأعداد من 11 إلى 19 باستثناء 12. وهناك استثناءات في الأخرى أيضا، وربما يأتي بابها إن شاء الله في المعرفة والنكرة. أيوة، هذا ما يتعلق به التفريق بين المعربات والمبنيات. فأي كلمة أتتك فاعرضها على هذا التقسيم، فإن اندرجت تحت المعربات فهي معربة، أو اندرجت تحت المبنيات فهي مبنية. واضح هذا إلياس؟ هذه مراجعة. لا من ناحية شغل الأفعال كذا ما راجعتهمش. شغل الدخول راجعت، معلش لعلك تراجع ما دام لم تغرغر ولم تطلع الشمس من مغربها، فباب التوبة مفتوح. اللهم تب علينا يا رب. ثم ذكر أقسام الإعراب، وأنه رفع ونصب وخفض وجزم. ولا يكون الجزم في الأسماء أبدا، ولا يكون الخفض في الأفعال أبدا. أيضا كما قلنا، من قال فعل مخفوض طرد من الحلقة، ومن قال اسم مجزوم عزر وطيف به في السوق أو أخطأ فيه. يقال أن أعرابيا خاطبه أحدهم فقال: أوصني بشيئا. قال: أوصيك بتقوى الله وبجر شيء. جعلها من مقارنة للوصية بالتقوى. ورجل على المنبر فقال: ظهر الفساد في البر والبحر. فنطق أعرابي فقال: وعلى المنابر. الفساد أيضا على المنابر. كيف ترفع مجرورا؟ هذا لتلطيف الجو، لا بالي بالمسائل اكتظت. نرجع، وين بلغنا؟ علامات الإعراب. يلا، علامات الإعراب نأخذها بتخطيط في الهواء. أول نوع من أنواع الإعراب الرفع.
الرفع كم له من علامة؟ 4. الأصلية منها الضمة، وهي علامة للرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير، الجمع المؤنث السالم، فعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء. العلامة الثانية الواو، تكون علامة للرفع في الأسماء الخمسة، وهي أبو، أخو، حمو، فو، وذو. وشرطها أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم. لغير ياء المتكلم ذكرنا مثالا لها، ولكن ربما يأتي تفصيلها. يعني ياء المتكلم إذا اتصلت بالأفعال وبالحروف وبالأسماء لها تفصيل خاص. نعم. ثم الألف علامة للرفع في الألف علامة للرفع ما ذكرناش. جمع المذكر السالم في الواو. الواو علامة للرفع عن بالي ذكرنا لأنه ذكرته في ذهني. الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم يرفعان بالواو. الألف علامة للرفع في المثنى خاصة، وثبوت النون علامة للرفع في الأفعال الخمسة أو أمثلة الخمسة، هذا التعبير أضبط. ثم علامات النصب. علامات النصب هي أخذ مال معتبر من حرز. علامة النصب نصب عليه، ايش معناته؟ سرقه. علامة النصب هيا أنا جاوب. 5. وش نقولوا؟ 5 علامات ولا 5 علامات؟ 5 علامات. الفتحة وهي علامة للنصب، علامة أصلية في 3 مواضع: اسم مفرد، جمع تكسير، فعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء. الثانية الألف علامة للنصب في الأسماء الخمسة. الجمع المؤنث السالم فاش في الألف بالألف الخمسة نصبها التزم ونصب بكسر جمع تأنيث. إذن الكسرة الجمع المؤنث السالم، والياء للمثنى والجمع المذكر السالم. الفرق بين المثنى وجمع المذكر السالم واضح. المثنى ياء المثنى تسبق بفتح وبعدها كسر، وياء الجمع المذكر السالم تسبق بكسر بعدها فتح، بعدها مسلمين، فرق بينهم. وهذيك ياء مدية وهذيك ياء لين. خلاص. علامة النصب ولا مازال؟ وش مازال؟ حذف النون يكون في الأفعال أو في الأمثلة الخمس. ما هي الأمثلة الخمسة إياس؟ الأمثلة الخمسة يفعل أني نحرت فيك باش تكون مركز برك معنا. يفعلان أحسنت، جيد. وإذا أردنا تعريفها نقول هو كل فعل، إذا أردنا تعريفها نقول هو كل فعل على وزن اتصل به ألف تثنية أو واو جمع أو ياء مخاطبة مؤنثة. ثم قال علامة الخفض. علامة الخفض إما كسرة أو كسرة
وإما فتحة وإما ياء. فالكسرة علامة للخفض في الفعل المضارع، صح؟ لا لا شيء. جمع المؤنث. خليه ويدك، أنا سألته سؤال. الكسرة علامة خفض في الفعل المضارع، لا في الفعل الماضي، لا في فعل الأمر. لماذا؟ أجيب الخفض يترجي. خشية الطاولة. لا بينما أنا ثاني سألتك وخفت من طردك في أول يوم. لا شيء هو المفرد وجمع التكسير. الاسم المفرد وجمع التكسير، لكن غير المنصرفين. إذا ما صار إيش معنى المنصرفان؟ يقبلان التنوين. والياء وكذلك جمع المؤنث سالم، والياء جمع المذكر في المثنى، جمع المذكر سالم، والأسماء الخمسة. وحذف النون في كيش حذف؟ والفتح في الاسم المنصرف، في الاسم غير المنصرف، وفي جمع التكسير غير المنصرف. باختصار جمع التكسير غير المنصرف ما هو ضابطه؟ كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو 3 أحرف وسطهما يا. حفظ هذا لازم بسرعة. هذه وحدها تكفي بأن يمنع من الصرف. وما يكفي أيضا بأن يمنع من الصرف لوحده إذا كان مثنى بالألف، سواء كانت ألف مد أو ألف قصر، ألف ممدودة وألف مقصورة. فتقول حبلى وذكرى، وتقول صحراء وحمراء وأجفاء. أجفاء هي التي لا مخ فيها لا مخ لها في عظامها. جاءت في الحديث 4 لا تجزئ من الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة التي المهم بين معها العجفاء التي لا تنقي، يعني ليس في عظمها مخ، تكون ضعيفة هزيلة جدا. وإن ثم بعده ثم الممنوع من الصرف إما أن يكون بعلة واحدة أخذناها في جمع التكسير والمؤنث بالألف، وإما أن يكون بعلتين. فهذا العلتين إما أن يكون اسم علم، اسم علم ينتهي بألف ونون، اسم علم مؤنث سواء كان تأنيث لفظيا أو معنويا أو لفظيا ومعنويا. الثالث اسم علم على وزن الفعل. رابعا اسم علم على وزن فعل. خامسا اسم علم مركب تركيب مزجي. سادسا اسم علم أعجمي. أحسنت، جيد. ثم إذا رحنا للوصف فإما وصف مع زيادة ألف ونون، ووصف مع وزن الفعل، ووصف في الكلمات التي هي أخر ومثنى وثلاث التي ذكرنا. هذا هو الممنوع من الصرف. هذا ضبطه ما ضبطه ما حضرت قال ممنوع من الصرف. معليش لازم تضبطوا الديل التشجير تاعهم عند عمل الله وحفظ. وبهذا تضبط الفرق بين الممنوع من الصرف وغير الممنوع. فإذا كان ممنوعا فيخفض بالفتحة، إذا كان غير ممنوع يعني منصرف قل لي يخفض بالكسرة عادي. ثم قال لك علامات مثل المصابيح، علامة الجزم. يلا لخصها. من يلخصنا علامة الجزم؟ من؟ ما يا عبد الله. علامة الجزم السكون. شوف أول علامات حفظتها وضبطتها دون إشكال أنا في الأجرومية هي علامة الجزم. صح.
بالمضبط علامات الرفع. نعم. شيخ علامات الجزم شيخ كاين أصلية وكاين فرعية. أيوة، الأصلية ما هي؟ شيخ الأصلية السكون. والفرعية الحذف. الحذف. والحذف إما أن يكون حرف علة حذف حرف العلة وحذف النون. السكون علامة جزم في فعل مضارع صحيح الآخر. فعل المضارع صحيح الآخر إذا لم يتصل بآخره شيء فيكون علامته السكون. لم يذهب. خلاص. زيد. حذف حرف العلة. حذف حرف العلة إذا كان الفعل اعتل الآخر ولم يتصل بآخره شيء، مثل لم يدعو، حذف الواو وبقيت الضمة علامة على المحذوف. وحذف النون، حذف النون في الأمثلة الخمس. نعم. وفي الأمثلة الخمسة ذكرنا قاعدة، وهي أن ذاك الضمير هو المرفوع، والمرفوع لا نقول فاعل. علاش ما نقولوش فاعل؟ قد يكون نائب فاعل وقد يكون اسم خبر. يكون اسم كان، يكونان. الألف هذه واش؟ اسم كان صح؟ يكتبان الألف فاعل، يكتبان الألف نائب فاعل. خلاص. هكذا كملنا علامات الإعراب. ما الذي بقي؟ الأفعال. الأفعال ذكرناها قبل قليل. نعم. هو قال لك مجزوم في الأمر، لكن المشهور أنه مبني، فنمشي على المشهور. وذكرنا كيف نأتي بالأمر من المضارع. تذكرون هذا؟ كيف نأتي به؟ يكون الفعل في المضارع، الأصل أن يكون مرفوعا، فنجزمه. فإذا جزمناه حذفنا حرف الجزم أو اسم الجزم، يعني أداة الجزم، مع حرف المضارعة، فيبقى لنا تبقى الكلمة دونهما. فإن كان إن كانت بداءته بالسكون أدخلنا ألف همزة وصل، وإذا كان بالحركة تركنا. ثم همزة الوصل تتبع ثالث حرف أو أول متحرك. ثالث حرف هو أول متحرك، فإن كان مكسورا أو مفتوحا كسرت، وإن كان مضموما ضمت. هذه قريتها أيضا في التجويد، تذكر في التجويد. اكتب، اركع، اجلس. وذكر في المضارع أنه من علاماته دخول حروف المضارعة عليه. لكن ماذا قلنا؟ قلنا الشرط في دخول حروف المضارعة أن تتغير بتغير الضمائر، فهذا يدلنا على أنها زائدة. وقال لك حكمه الرفع الأصل. فإذا لم يكن مرفوعا فقد يكون منصوبا وقد يكون مجزوما. متى يكون منصوبا؟ إذا دخلت عليه النواصب، إذا دخلت عليه حروف النصب، وهي أن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود، كذاك حتى، والجواب بالفاء والواو وأو. ما راجعتهم مش هذا باين. أن حرف نصب ومصدر واستقبال. علاش مصدر؟ أنا تقدره تؤول يؤول مع الفعل بمصدر. هكذا. أن تصوموا صومكم. نسيت. لن كذلك حرف نصب ونفي واستقبال، ليس حرف مصدر. أن ولن إذن حرف نصب وجواب وجزاء، وشرطها لا محل من الإعراب. الحروف كان لا محل لها من الإعراب لم أذكر. لها 3 شروط. إذن أن تكون في صدر الجواب
وأن تكون في المستقبل، وأن لا يفصل بينها وبين فعلها شيء إلا استثني ماذا؟ قسم ونداء. استثني القسم والنداء وشيء ثالث. لا. شوف مكشفت. استثني القسم والنداء، معليش من بعد نشوف. فتقول مثلا لمن قال لك أزورك، تقول إذن أكرمك، إذن والله أكرمك، إذن يا فلان أكرمك. هذا كله جائز. إذن لا أكرمك، هذه نعم لا النفي، لأنه هي التي تدل على النفي، يجوز دخول. هذه الثلاث يجوز توسطها بينهما وإعمال إذن. فإن اختل شرط من هذه الثلاث لم تنصب بل لا تعمل، يبقى الفعل مرفوعا. إذن وكي. كي قلنا حرف نصب ومصدر أيضا، فهي تؤول مع ما بعدها بمصدر أيضا، مع الفعل بمصدر، لكن فيها معنى اللام، فإذا أولت أظهرت اللام، فيها معنى لام التعليل، فإذا أولت أظهرت اللام. تقول راجع كي تنجح، إذا أولتها النجاح، راجع لي النجاح. ولام كي إذا جاءت اللام أيضا هي ناصبة. وإذا قلت لكم بعض أهل العلم البصريون يقولون اللام لام كي فما بعدها تنصب بإضمار أن، إما جوازا في لام كي، وإما وجوبا في لام الجحود في الجواب وفي حتى. بمعنى تقول كي أنجح، كي هي الناصبة، لكن تقول لأنجح، يقول لك كين أن مضمرة لأن أنجح، وبالتالي إذا نفيت تظهر أن، تقولش لي لا أنجح، تقول لي أن لا أنجح. هكذا في لام كي لام التعليل إذا نفيت ما بعدها لابد أن تظهر تلك الأن. هذا من أدلة أنه أن كين أن مضمر، لما كنا في الإثبات لم تظهر، لكن إذا نفيت لابد أن تظهر، فهناك أن هي التي نصبت تخبأت، تسمى أن مضمر. وفي الإثبات بعد قولها لا لتنجح لأنجح، هكذا ويجوز ذكرها أيضا لأنه إضمارها جائز، لكن في الأخر إضمارها واجب. لام الجحود، لام الجحود هي قلنا ضابطها، كنت معنا في النصب إلياس؟ نسيت. لام الجحود هي ما سبقت به كون منفي، ما كان الله ليذر. نعم مؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذا كانت لام وما كان الله ليضيع إيمانكم، أحسنت زيد خلاص. لام الجحود هي لام الجحود إذا سبقت بكون منفي، نفسها لام الجحود هي لي، هي لي لا تفيد تعليل هنا. وش يقول لك لأجل، وش يقول لك كي، أو يجحد هذا الأمر، يعني لا يتصور ابتداء. كي تقول أنت لم آخذ هاتفك، يعني يقدر يكون كاين احتمال أخذه، يوجد احتمال أخذه، فتركته أمامي ورحت صح، لكن أنت تقول لا أحد يلمس هاتفي، فتروح تقول لي لماذا لمسه، نقول لك ما كان لي أن ألمسه. فهمت؟
هذه قلنا وجوبا. هذا الجحود، معنى الجحود هنا أن وجوبا، يعني ما كان الله لأن يذر، لا يجوز إظهاره، لكن يقول لأن مضمر. ثم لام الجحود كذاك حتى، حتى أيضا تكون ناصبة بأن مضمرة وجوبا، وأن هذه المضمرة وجوبا مع حتى يؤولا بمصدر هو في محل جر حتى، في محل جر مجرور بحتى، هكذا. حتى أن تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، حتى مطلع الفجر، حتى مطلع اسم مجرور، هذا مصدر أصله أن تطلع، فيؤول هذا فتقول حتى تطلع، هي تطلع كاين أن مضمرة، إذا أولتها تولي اسم مجرور لحتى. هذه لم نذكرها في الشرح الآن، أنا أزيد بعض الفوائد لأجل أنه ربما ضبط الأصل يعني أو متصور. ما تطلع اسم مجرور، لا، فعل هذا تطلع، تقول فعل منصوب بأن مضمرة بعد حتى، وهو مؤول معها في محل جر اسم مجرور. لام الجحود يا أخي كذاك حتى، والجواب بالفاء والواو هذه ذكرناها، قلنا إذا كان الواو أو الواو معية أو فاء السببية في الجواب، في جواب ماذا؟ في جواب طلب أو نفي، لا يقضى عليهم فيموتوا، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وهناك أمثلة أخرى. المهم إذا جاء الفاء أو الواو قبله نفي خلاص، أو قبله طلب، والطلب أنواع، إما استفهام، إما عرض، إما حض، إما أمر، إما نهي، نعم، إما أمر، إما نهي، إما تمني. وذكرنا ذاك البيت الذي جمعها. لا، نداء ليس طلبا، ربما هو يكون من باب الطلب، يعني أنادي. كيف البيت؟ مر وانهى، مر وانهى، وادعو، دعاء أيضا، ويدخل فيه النداء أيضا، دعاء ومع النداء. مر وانهى وادعو وسل واعرض بحظه متمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. هذا البيت. مر أمر، هذا كامل اليوم مذكورين هنا. إذا سبقت فاء أو واوا فالفاء والواو تنصب. فإذا بيت مشي أبيه. مر الأمر، وانهى النهي، وادعو الدعاء، وسل الاستفهام السؤال، واعرض العرض هو طلب بلين، واعرض لحظهم الحظ طلب بشدة، تحضيض أو الحظ، واعرض لحظهم تمنى التمني، وارجو الرجاء، كذاك النفي، والنفي قد كمل. مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. هذا هو البيت الذي يجمع لك الطلبات التي تسبق الفاء والواو. في حالة عدم الفاء أو عدم الواو تقرأ 8 ما تخلقش. في حالة عدم الفاء أو الواو يكون الجزم، وهذاك يأتينا في مستوى آخر. يعني إذا حذفت الفاء أو الواو لابد أن تجزم ذاك الفعل. قل للذين آمنوا يغفروا وش جزم، لأنها سبقت به قل بأمره هكذا. وهناك أمثلة أخرى كثيرة. تروح نكملوا برك.
أو إما أن تكون بمعنى إلى أو تكون بمعنى إلا. إلى إذا كان الشيء ينتهي شيئا فشيئا، إلا إذا كان الشيء ينتهي دفعة واحدة. سأختم الدرس، أو تقول نعم سأختم الدرس، أو سأكمل الدرس، أو ينتهي الوقت، أو ينتهي الوقت. أو ناصبة بمعنى إلى. هكذا أقول لك سأختم الدرس أو ينطفئ الضوء، إلا أن ينطفئ، لأن انطفاء الضوء يأتي مباشرة دفعة، لكن انتهاء الوقت شيئا فشيئا. هذا تمثيل يقدر يعترض، لكن المهم تفهم المقصود. ثم قال الجوازم. المجلس المقبل نراجع الجوازم ونأخذ درس الفاعل بحول الله تعالى يوم الجمعة، لكن ما أخذناه اليوم لابد أن يراجع. الآن هو مسجل، فبإمكانكم تفريغه بالتشجير حتى تضبط هذه المسائل. هذا أرجوك. أنا أتقصد المزاح في درس النحو في غيره، لأنه تلك الشدة نفرت كثيرا من الناس. كامل ذوك الدين. تو النحو سهل، النحو سهل. ما الإعراب؟ قبل الكلام. لا تسمع يعني فهمه شوي. المهم بارك الله فيكم ونفع بكم ورفع أقداركم وجمعنا في الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.